السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم ونفسي أننا مقبلين على أيام هي من أفضل الأيام. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأن هذه الأيام أيام عظيمة، أيام ربنا سبحانه وتعالى يحب فيها عباده أن يذكروه، يحب فيها العمل الصالح. بل قال عن العلماء: هي أفضل من ليالي الأخيرة من عشر في رمضان. يعني العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. فاحرص عليها بالطاعة، احرص عليها بالعمل الصالح، احرص على أن تكون من أهل البر، احرص على أن تكون من واصل الأرحام، احرص على أن تكون من أهل الذكر، احرص على أن تكون من أهل الصيام. دي تذكرة، فالله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بهذه التذكرة وإياكم يا رب العالمين، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.